يسعدني تهجر وتخليني صومي خليها صاري. كنتواجدوا بدار بلاغيتا، حيث أعضاء جمعية زوايا اللي كنشكرهم من هذا المنبر كيحتفيو بالمولود ديال المولود الزجالي الراقد في الحلمة. الراقد في الحلمة هي تجربة زجالية، ربما بالنسبة لي هي نوعية أخرى، انتقلت من المعرب إلى الزجال. مجموعة من القصائد تتحدث عن المعيش اليومي وربما عن تجارب مجتمعية وأيضا وجدانية. المتواجدين معنا مجموعة ديال النقاد اللي سوف يتحدثون عن هذه التجربة اللي كنتمناها أنها تمس الوجدان، وجدان القارئ، توصل ليه الأفكار اللي بغيت اللي كتبت عليها بطريقة أخرى. اليوم في إطار احتفال واحتفاء بالتجربة الإبداعية الكاتبة الصحفية الرسامة التشكيلية المبدعة المتميزة إيمان الونطادي، من خلال حفل فيه كانت قراءة وتوقيع ديوانها الزجلي الموسوم بعنوان الراقد في الحلمة. قدمت شهادة بالنظر للمساري المهني في إطار الصحافة، باعتبار إيمان الونطادي صحفية مهنية في إطار صحيفة الموقع الإلكتروني يوم السابع، وأيضا بمشتركات ومسارات حقوقية ارتبطت بالمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان كجمعية حقوقية وطنية انتصرت لقضايا حقوق الإنسان في بعدها الكوني والشمولي. الونطادي كانت عنوانا لهذا الترافع الفكري والنظري والعملي الميداني لإشاعة قيم ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان وسط المجتمع. أيضا إيمان الونطادي تجربة إنسانية تتميز بكل القيم ديال النبل وديال الصدق وديال نكران الذات وديال العمل الجاد ديال التفاني ديال المحبة ديال الود، من كل القيم الأصيلة والنبيلة. إذا كان احتفاء بهذا المسار الغني والمتنوع. كنحضروا اليوم في قراءة أدبية لديوان الراقد فيا الأستاذة إيمان الونطادي. بطبيعة الحال ديوان اللي بالعامية المغربية، طبيعة الحال هو ديوان يزخر بمجموعة من التيمات اللي حاولت الأستاذة إيمان أنها تطرقها في هذا الديوان، منها تيمات السفر، تيمات ديال الحب، كذلك تيمات ديال الغربة والألوان باعتبارها فنانة تشكيلية كذلك. وبالتالي فاحنا اليوم جينا نحيو هذا يعني الحفل، وهي بادرة طيبة أننا نبقاو دائما في ترويج للثقافة والتراث اللامادي المغربي.